جدول حفل افتتاح المتحف المصري الكبير. والموضوع مش مجرد جدول مواعيد وفقرات، لا، دي خطة كاملة زي سيناريو كده عشان يقدموا عرض مبهر يحكي قصة. واضح قوي إن الهدف هو تجربة استثنائية مش بس للحضور، لا، للعالم كله. بالظبط. وده اللي يشد الانتباه فعلا، إن الحفل متصمم كأنه رحلة سردية، مش بس بنحتفل بمبنى جديد مهما كان ضخم، لا، دي محاولة لربط الماضي ده كله بالحاضر وحتى بالمستقبل. وده باستخدام بقى كل عناصر الإبهار الممكنة، تكنولوجيا وإضاءة وموسيقى، شغل عالي قوي. طيب مهمتنا بقى إننا نمشي مع الجدول ده واحدة واحدة ونشوف أبرز اللحظات ونحاول نفهم الرسالة ورا كل ده. يلا بينا نفصص الحكاية دي. يلا بينا. خلينا نبدأ من اللحظة اللي قبل البداية الرسمية، الساعة 6 المسا كده. الجدول بيوصف مشهد بصراحة سينمائي جدا. بيقولك المكان بيضلم حبة حبة، وبعدين نور ذهبي خافت كده وساحر يطلع ببطء من ورا الأهرامات نفسها. ياه، تخيلي المنظر، الأهرامات والخلفية السماوية والنور ده. ومع النور ده صوت فخم، صوت راوي يحكي عن ميلاد الحضارة هنا على ضفاف النيل، وإزاي النيل علم الدنيا الخلود. بداية موفقة جدا، بتربط فورا بعنوان الحفل: العودة إلى فجر الحضارة. ومش بس كده، في نفس الوقت واجهة المتحف الحجرية والزجاجية الضخمة دي تتحول لشاشة عرض عملاقة. هيعرضوا عليها لقطات 3D لمصر القديمة، وكمان للكواكب والنجوم، يعني ربط بين حضارتنا والكون. الربط ده مهم قوي. فكرة الظلام والنور دي ليها رموز كتير في حضارتنا القديمة. ممكن رحلة رع، إله الشمس، أو حتى فكرة الخلق نفسها. ده بيوصلنا لفكرة أكبر بقى، إن مصر مش بس حضارة أرضية، دي مصدر معرفة كونية كمان. البداية دي بتحدد نغمة الحفل كله. فعلا بداية تخض من قوتها. وبعد التأسيس ده العرض بيتوسع للسماء. السماء نفسها بتبقى مسرح تاني. أسراب من الدرونز، الطيارات الصغيرة دي، بترسم في السماء رموز فرعونية. زي إيه الرموز دي؟ بيقولوا عين حورس، مفتاح الحياة، العنخ، وقرص الشمس المجنح. تخيل شكلها وهي بتترسم بالضوء فوق الأهرامات والمتحف. والموسيقى كمان مش عادية، بيقولوا مزيج بين الأوركسترا السيمفوني والإيقاعات النوبية القديمة. حلو قوي المزج ده، أصالة ومعاصرة، حوار موسيقي. بالظبط. وعلى الأرض في عرض راقص بيجسد رحلة رع من الظلام للنور كرمز لاستمرار الحضارة. بعد كل الجو ده بتيجي لحظة رسمية أكتر، حوالي الساعة 7، فقرة كلمة مصر. هنا بيظهر رئيس الجمهورية وبيلقي كلمة قصيرة. توقيت مهم للكلمة الرسمية. الجدول بيركز إن أهم نقطة في الكلمة هتكون إن المتحف ده مش مجرد صرح أثري، دي رسالة للمستقبل. رسالة بتقول إن مصر بتاريخها ده لسه قادرة تصنع تاريخ جديد. ده طبيعي جدا في حدث بالحجم ده. الكلمة بتربط الاحتفال الفني برؤية وطنية أوسع، بتأكد على استمرارية دور مصر الحضاري وأهمية المتحف ده للمستقبل، مش بس كمعلم سياحي، لكن كمركز إشعاع ثقافي. فعلاً. وبعد الكلمة بنرجع تاني للعروض الفنية الخرافية، تصميم مخرج عالمي كبير. سمعت عن الفقرة دي، بيستخدموا فيها 3D mapping صح؟ بالظبط. الإسقاط الضوئي ثلاثي الأبعاد على الواجهة الحجرية للمتحف نفسه. هنا بقى محتاجين نتخيل بجد، الواجهة الحجرية دي تتحول للوحة فنية بتتحرك. يا خبر، إزاي يعني؟ يعني الأهرامات وأبو الهول كأنهم بيقوموا من الرمل قدامك. صور توت عنخ آمون ورمسيس الثاني ومشاهد من الكرنك كلها بتتداخل على الواجهة. فكرة عبقرية. المبنى نفسه هو اللي بيحكي تاريخه بالضوء. وكل ده مع موسيقى حية الأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة مايسترو مصري. تجربة كاملة يعني. الحقيقة دي فكرة مبهرة، تحويل المبنى لجزء من العرض كأن الحجارة بتنطق. ده توظيف ذكي جدا لأحدث تقنيات السرد البصري عشان نعيش التاريخ بشكل مختلف. تماماً. طيب الساعة 8 تقريباً الأحداث بتتنقل لجوه المتحف. الضيوف الكبار بقى، رؤساء الدول والشخصيات المهمة، بياخدوا جولة خاصة جوه في فقرة اسمها جولة الملوك. اسم له معنى كبير فعلا، جولة الملوك. بيدخلوا من البهو الكبير ويعدوا على تمثال رمسيس الثاني، وبعدين يروحوا قاعات كنوز توت عنخ آمون اللي العالم كله مستني يشوفها كاملة. والمفاجأة إن التكنولوجيا مكملة جوه. بيقولوا في مذيع بيشرح باستخدام الواقع المعزز ال AR. يعني المعلومات والصور تظهر كده في الهوا جنب القطع؟ حاجة كده تقريباً،
بتظهر المعلومات على الجدران أو جنب القطع، بتخلي الشرح تفاعلي أكتر. بعد الجولة دي بنرجع تاني للساحة بره، فقرة فنية تانية اسمها من الماضي إلى المستقبل. دي بقى مزيج من الرقص المعاصر والليزر والفيديو آرت. يعني دمج بين فنون كتير؟ الهدف منها تقديم رحلة تخيلية للحضارة المصرية من زمان للحاضر وللمستقبل، والمتحف في النص كأنه بوابة زمنية. فكرة بوابة زمنية دي قوية جدا، بتلخص دور المتحف كجسر بين العصور. والفقرة دي بتخلص بجملة صوتية قوية بتتردد: الحضارة لا تموت، بل تغير شكلها فقط. الله، دي ممكن نعتبرها ذروة الحفل من ناحية الرسالة. بتلخص فكرة الاستمرارية والتطور، إن الحضارة كائن حي بيتغير ويتكيف، وده يمكن سر بقاء الحضارة المصرية، والمتحف هو تجسيد للفكرة دي. كلام جميل. وبنوصل بقى لفقرة مهمة جدا في الآخر الساعة 9، التكريم والختام. هنا بيتم تكريم كل الناس اللي شاركت في بناء وتجهيز المتحف: لفتة مهمة وضرورية جدا. المهندسين، الأثريين، المرممين، حتى الحراس، كل اللي تعبوا في المشروع ده. ده تقدير مستحق للجهد البشري الجبار اللي ورا الصرح ده، بيدي للمشروع وجه إنساني. فعلا. وبعد التكريم فقرة موسيقية أخيرة، وبعدها الختام بقى. ألعاب نارية ضخمة من ورا المتحف مع إسقاط ضوئي عملاق على الواجهة بيقول The Grand Egyptian Museum, The Gift of Civilization. المتحف المصري الكبير هدية الحضارة، رسالة واضحة للعالم. تكريم المساهمين والأغنية والرسالة الضوئية كلها بتكمل بعضها عشان تأكد على مكانة مصر ورسالة المتحف كهدية حضارية للعالم كله. وبعد كل الصخب والإبهار ده، النهاية بتيجي بشكل مختلف. الأضواء بتختفي بالتدريج ويرجع الهدوء. نهاية غير متوقعة بعد كل ده. وعلى الشاشة الكبيرة بيظهر شعار المتحف، وبعده عبارة أخيرة مكثفة جدا: المتحف المصري الكبير 7000 عام من المستقبل. ياه، 7000 عام من المستقبل، جملة عبقرية. العودة للصمت دي ذكية، بتدي فرصة للتأمل والاستيعاب، والشعار الأخير ده بيربط عمق التاريخ بالتطلع للمستقبل بشكل مدهش، كأن التاريخ ده هو أساس المستقبل نفسه، مش مجرد ماضي وخلاص. نهاية بتفتح تفكير مش بتقفل. طيب إيه الخلاصة بقى من كل ده؟ اللي واضح قوي إننا قدام حفل افتتاح استثنائي، مش مجرد احتفال عادي. دي ملحمة فنية، عرض ضخم بكل المقاييس، معمول بحرفية عالية، وبيستخدم كل التكنولوجيا الممكنة عشان يحكي قصة عظمة مصر ويبهر العالم. تماماً. الفكرة المحورية هي إن المتحف ده مش بس مكان فيه آثار، ده رمز حي للتواصل عبر آلاف السنين. والحفل ده بيستخدم كل أدوات العرض الحديثة عشان يوصل الرسالة دي للعالم، ويأكد على أهمية مصر المستمرة ودور المتحف كمنارة للمستقبل. والحقيقة كل ده بيخلينا نفكر في السؤال الأهم بقى، اللي بعد ليلة الافتتاح الخرافية دي. الجدول بيرسم صورة مبهرة للاحتفال الخارجي، لكن يا ترى التجربة جوه المتحف نفسه للزوار العاديين يومياً؟ ده هو المحك الحقيقي. هل التجربة الداخلية دي هتقدر توصل نفس الإحساس بالرحلة عبر الزمن؟ هل هتقدر تجسد شعار 7000 عام من المستقبل ده فعلاً وبشكل مستمر؟ ده هو التحدي الكبير اللي هيبان مع الوقت ومع تشغيل المتحف بكامل طاقته. أعتقد ده اللي هنكون بنتابعه ونشوفه كلنا الفترة الجاية، ونشوف هل التجربة الداخلية هتكون على نفس مستوى الوعد اللي بيقدمه حفل الافتتاح ده؟ وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. قولي في الكومنتات إيه رأيك في حلقة النهاردة؟